في البداية يعني مبروك لنادي الزمالك وهارد لك نادي بيراميدز. نادي كبير، عنده لعيبة على أعلى مستوى. الماتش ما كانش سهل خالص، كنا محضرين ليه كويس، لكن التوفيق كان معانا وبذلنا جهد كبير وربنا وفقنا في الآخر يعني الحمد لله. ايه سر التغير في اداء نادي الزمالك؟ كسبتم اخر مباراه في الدوري باداء مقنع جدا، والنهارده بتتفوق على فريق قدر يحرز 3 بطولات قاريه. ايه سر التغير في الاداء؟ لا، هو نادي الزمالك نادي كبير يعني دايما بيلعب على كل البطولات. احنا كان معانا مستر يانيك قبل كابتن احمد، كان مدرب كويس جدا وبذل مجهود معانا. وكابتن احمد جه كمل، الراجل اشتغل بشكل كويس جدا معانا في فتره قصيره. وقدرنا نقدم معاه الماتش اللي فات بشكل كويس، والماتش ده طبعا كان فارق معانا فيه. لكن في الاول وفي الاخر نادي الزمالك نادي كبير بيلعب على بطوله دايما. عندنا جمهور كبير جدا، فهو ده هدفنا. فكان معانا التوفيق ان احنا في ضربات الجزاء ربنا وفقنا ونكسب الحمد لله. مواجهه مرتقمه ما بين الاهلي والزمالك، كل الجماهير المصريه مستنياها، 100 مليون مصري مستنياها. شايف مواجهه ازاي؟ وشايف خوض المباراه امام الاهلي ازاي؟ طبعا يعني النادي الاهلي نادي كبير، عنده فرقه محترمه والماتش اكيد مش سهل. مش سهل علينا ومش سهل عليهم، احنا ناديين كبار، وان شاء الله نشرف الكره المصريه ونعمل حاجه كويسه ويبقى الفوز من نصيبنا يعني. الحمد لله. والله احنا كابتن عبد الرؤوف ماسك فترة قصيرة جدا، وكنا بنحاول ننفذ يعني الحاجات اللي طلبها مننا. الحمد لله يعني كان في النهارده تركيز من اللعيبة، وكانت عايزة تنكر ذاتها يعني، ومباراة كانت كبيرة. الحمد لله ان احنا عديناها على خير. ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله يعني نهائي، ونتمنى ان شاء الله ان احنا نبقى في افضل حالاتنا ونقدر نحقق بطولة باذن الله. ايه سر تفوقكم الكامل على فريق بيراميدز في السنوات الاخيره؟ معرفش والله، هو اكيد الكوره فيها توفيق، وفيها الماتشات الكبيره دي بيبان يعني معدن اللعيبه، ومسانده الجماهيريه بتفرق طبعا. الحمد لله ان احنا ربنا بيوفقنا، وروح اللعيبه النهارده كانت كويسه، واتمنى ان شاء الله نوصل في اللي جاي باذن الله. اخيرا، ايه رايك في مواجهه الاهلي؟ شايف مواجهه الاهلي ازاي؟ ورايك في الاداء الفني للنادي الاهلي؟ والله مباراة طبعا أكيد قوية ونهائي. إن شاء الله نتمنى إن احنا نبقى محضرين كويس، وإن شاء الله الكابتن يحضرنا الماتش بشكل كويس، ونبقى مركزين ونبقى في حالتنا إن شاء الله، ونقدر نقدم مباراة كبيرة بإذن الله. والله الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني ده بيبقى توفيق من ربنا طبعا للمدربين ولينا احنا الحمد لله. طبعا ماتش كبير بين فرقتين كبار، بطل افريقيا بيراميدز ونادي الزمالك نادي كبير قوي بطل الكاس، وما يعني ما بيتاخرش طبعا في المواعيد دي ان هو يبقى في الفاينل ويبقى بينافس على البطوله كل سنه. كابتن احمد عبد الرؤوف، قبل ما تنزل ايه التعليمات اللي اداها لك بحيث ان انت تنزل قدرت تعمل تغيير في شكل المباراه؟ والله الكابتن قال لي انا واثق فيك وواثق ان انت تقدر تشدنا لقدام، والحمد لله يعني الواحد بيحاول يعمل اللي عليه على قد ما يقدر، وان شاء الله اللي بقى الفاينل يبقى احسن كمان. شايف ازاي مواجهه الاهلي؟ الاهلي النهارده قدر يتغلب على سيراميكا، وانتوا قدرتوا تتغلبوا على بيراميدز. شايف ازاي المواجهه ممكن تكون عامله ازاي في النهايه في استاد محمد بن زايد؟ طبعا النادي الاهلي نادي كبير ونادي الزمالك نادي كبير، والديربي ليه معطيات تانية طبعا وليه حسابات تانية كبيرة، وكل فريق بيستعد له بالشكل الخاص بيه. ان شاء الله احنا نستعد استعداد احسن، ونبقى نخش المباراة من بدري ان شاء الله، ونحاول نكسب على طول باذن الله. تقول ايه لجماهير الزمالك قبل مباراه النهائي؟ طبعا حابب اشكر جمهور الزمالك، طبعا مسانده رهيبه يعني، زي ما انت شايف الاعداد بتسافر ورا الفرقه، وهو ده اللي احنا متعودين عليه من جمهور الزمالك، وان شاء الله نحارب ان شاء الله عشان ناخد البطوله عشانهم ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. طبعا مكسب مهم جدا بالنسبه لنا، الحمد لله بنلعب فريق محترم وفريق كبير. نادي الزمالك الحمد لله يعني بيبقى مركز في الماتشات الكبيره دي. الماتشات الكبيره دي هي اللي بتبين فعلا قد ايه اللعيبه دي رجاله، ولا قد ايه اللعيبه دي حاسه بالمسؤوليه. ورانا جمهور عظيم زي ما الناس كلها شافت في اي حته بنلاقيه. فالحمد لله رب العالمين، يمكن مكسب مهم جدا. ان شاء الله لسه عندنا فاينل برضو مهم جدا قدام فريق كبير وفريق محترم. ان شاء الله يكون التوفيق معانا ونقدر نكسب باذن الله. شايف ازاي مواجهتكم ضد النادي الاهلي في النهائي؟ زي ما قلت لك طبعا، يمكن ماتشات الزمالك والاهلي هتبقى ماتشات ديربي وماتشات قمه، الناس كلها بتستناها، الناس كلها نفسها تشوفها. ان شاء الله يبقى التوفيق معانا ونقدر نكسب باذن الله. اتكلمت قبل كده ان الزمالك يمكن المشاكل المثيره حواليه، المثاره حواليه، بعيد عن الفريق الكوره وبعيد عن الشكل الفني. النهارده اثبتتم ده. والله زي ما قلت لك اللعيبه فعلا اللعيبه، يعني انا ككابتن فرقه بصراحه انا عايز اشكرهم. لعيبه رجاله فعلا، لعيبه مقدره قد ايه بتلعب في نادي كبير زي نادي الزمالك. لعيبه بتحس بالجمهور، نفسها تفرح الجمهور،
وده اللي احنا شغالين عليه بصراحه. يمكن رغم كل الازمات ورغم كل المشاكل بنحاول نفصل يعني، والحمد لله ان شاء الله الفتره اللي جايه ما يكونش في مشاكل ويكون الازمات كلها تتحل، ونادي الزمالك ان شاء الله يعني ياخد بطولات زي الطبيعي يعني ان شاء الله قبل كده يعني. رساله لجماهير نادي الزمالك قبل مباراه النهائي. بشكرهم طبعا على حضورهم النهارده، مش جديد عليهم، جمهور عظيم وجمهور وافي فعلا. ان شاء الله مستنيينهم باذن الله بعدد اكبر ان شاء الله من كده. هم كانوا كتار جدا النهارده، بس ان شاء الله يعني يكون في الماتش الفاينل ان شاء الله بقى عدد اكبر من كده، وان شاء الله نقدر نفرح كلنا مع بعض باذن الله.